السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير ابو فيصل. الله يمسيك برحمة الوالدين. الله يحييك ومرحبا بك. الله يحييك ويعافيك. هذا الشيخ ناصر ابن مناحي الفضلي البقمي. ابو فيصل، نعم. ما مشكلة فيصل الله يشفيه لك ويخليه ان شاء الله. الله يجزاك خير ويرحم والديك. مشكلة فيصل طال عمرك قدمنا لنا سوداني وخذ عندنا 7 شهور ولا صلح لنا في العمل وقلنا بنسفرك وقال طيب. سفرنا طال عمرك، سوينا له خروج وعطيناه اوراقه وقال انا بسافر، وراح من عندنا وبعد 3 شهور استعلمنا عنه وله مسافر وبلغنا عنه، وبعد 7 شهور له مرسلين علينا مراسيل يقول ردوا البلاغ، وقلنا له بالحلال ما عاد لك عندنا سنعك عند الحكومه، بلغنا عنك وانتهينا منك. سافر وبعد ما وصل السودان قام يتهددنا بالسحر، اني لا اسحرك واسحر عيالك، والله لا اعذبكم والله لا اتعبكم، احنا والله ما سوانا له شيء. اعطيتوه رواتبه كامله؟ جميع مستحقاته ومعطينه زياده عليها، شايف؟ وبعدها سحر ولدي وقعد ولدي رقيب هلا من العام له خذ فيها 3 شهور. حسبه الله. وصاده السحر من السوداني قليل الدين. طيب ابو فيصل، سم الله عدوك، كيف توصل لفيصل انه يسحره؟ خذها من الجوال من العرض عندي. انت حطيت صورته عرض؟ حطوها العيال في العرض عندي، وانا والله لاني بعرف اكتب ولا اقرا، لكن حطوها في العرض يوم انه لبس البدله وهذا، حطوها عندي في العرض وخذها من العرض من الجوال حقي وسحرها عن طريق الصوره. طيب. وقعد يعاني في السحر والتعب حوالي 8 شهور. أيوة. ما خلانا ولا مشايخ ولا مستشفيات ولا شيء، ما حصلنا نتيجه. بعدها سنعنا محمد ابن نامي البقمي، قالوا انه يعالج ويرقى، ورحنا له ودوه له عيالي وعطانا علاج، وبعد الله ثم بعد رقيته ولدنا سلم، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. انفك السحر؟ انفك السحر بعد ما ارسلنا له فلوس السوداني، فك السحر وبقى معه مس متعبه، ما غير يسير ما يدري وين رايح، ما غير ماسكينه، ما غير ماسكينه اللي معه في النهار واللي معه في الليل، وتعبنا، شايف؟ طيب ما رجعتوه لعملد الحين بعد سلامته من المرض؟ ارسلنا برقيه لولي العهد، الله يطول عمرك وعمره. امين. ويحفظهم. امين. حكم